ايه فانكشنال ميديسن وتعريفها بالعربي ايه؟ بدل ما هنديله دواء عشان نعالج العرض، احنا نمسك المرض نجيبه من جذره، نحله من الجذر. فالراجل ده probability ان هو يعتمد على اي ادويه في حياته تقل، بل كمان يعيش حياه صحيه اسعد ويحمي نفسه ويبروتكت نفسه من يجيله اي امراض مزمنه. عايز اركز في حته محمد صلاح، عايزك تديني كده هو جالك ليه واشتغلت معاه على ايه؟ يجي لي تاني مره ايه اللي ظبط، ايه اللي خيش، ايه اللي حصل معاه، اخد منه هيستوري. ولازم بيبقى فيه وقت ان هو يبيلد تراست معايا. ايوه لو خسس لي البت دي مش هعمل اللي انت بتقوله ده. ويلكم تو كي جي بودز، البودكاست رقم 1 في العالم. بضحك يا جماعه، انا لسه بادي، بس فعلا ويلكم تو كي جي بودز. معايا النهارده واحد صاحبي وحبيبي، وهنتكلم على توبيك سوبر انترستينج. معايا النهارده دكتور خالد ديوان، ومعانا النهارده دكتور خالد ديوان خبير في مجال الفانكشنال ميديسن او الطب الوظيفي. راجل معاه شهادات معتمده عالميا، وراجل عنده اكتر من 12 سنه خبره و15000 ساعه استشاريه صحيه. الفانكشنال ميديسن او الطب الوظيفي هو طريقه طبيه جديده وفريده من نوعها، عشان بتعتمد على تحديد الاسباب الجذريه للامراض بدلا من مجرد علاج الاعراض بتاعه الامراض. اللي بيشتغل مع خالد من اقوى رياضيين في العالم، لناس بروفيشنال، لاثليتس، لاولمبيانز، لناس عاديه خالص وطبيعيه عايشه يوم بيومه. الحلو في خالد ان اسلوبه بسيط وعلمي، مش هقول اكتر من كده، بس كل اللي هطلبه منكم اتفرجوا على الحلقه دي عشان فعلا هتتعلموا كتير. واحط 4 حروف تحت فانكشنال ميديسن عشان ده توبيك بيقولوا عليه اب اند كامينج، او حاجه جامده بتطلع في العالم، بالذات العالم الاوروبي، واحنا متاخرين سنتين. بس انا معايا النهارده راجل من اول الناس اللي باديه في المجال ده، مجال مجعلص وصعب. انا نفسي فاهم فيه 2%، فهحاول على قد ما اقدر اساله اسئله توضح لنا القصه اكتر. وعايز اقول لكم ان انا ما حضرتش ولا سؤال للبودكاست ده عشان انا نفسي مش فاهم حاجه، فهسال الاسئله البديهيه اللي اي هوب معظمكم هيكون عايز يعرفها. ويلكم خلود and welcome to KG Pods. حبيبي والله العظيم، انت عارف you're one of my favorite حبيبي people، خلود. وانا بحبك بجد، ومش عشان البودكاست وربنا يوفقك في البودكاست ده ان شاء الله ويكبر وينجح وتسبورت a lot of people. انا بالنسبه لي يعني I get inspired منك حبيبي كتير، خالد، ده حقيقي والله العظيم. ف I wish you all the luck with the best، لانك you're really a hard worker حبيبي person. خلود. وزي ما انت قلت هو فعلا حته الفانكشنال ميديسن، زي ما انت قلت. انا ما احس اول ما قلت حسيت فعلا ان انا ارتحت شويه. قد ايه هي فعلا صعبه. It's a really tough practice. ده فعلا ده حقيقي. بس I'm so interested ان انا وانت ندردش في التوبيك ده. 100%. بقول لك من دلوقتي سامحني لو اسئلتي ساذجه لا وكده، اسأل بس انا فعلا اسالها لك دي فعلا حاجات ما اعرفهاش. انا معاك. اوكي، تعالى نبتدي كده بالراحه، تاتا تاتا. يس ايه فانكشنال ميديسن وتعريفها بالعربي ايه؟ واديني كده ديفينيشن ايه فانكشنال ميديسن. يس بص يا سيدي، هو بالعربي في ناس بتقول عليها الطب الوظيفي، اوكي. في ناس بتقول عليها الطب التكاملي، اللي هو ماسك كل اسبكتس حياتك. ففي اسامي كتير عليها بالعربي يعني. ومعناها الحقيقه وايه هي الفانكشن ميديسن فعلا، هي ان بمنتهى البساطه let's say حد بياخد دواء ضغط عشان عنده الضغط. حلو. فالفانكشن ميديسن قال لك ايه، بدل ما هنديله دواء عشان نعالج العرض، لا احنا نمسك المرض نجيبه من جذره، نحله من الجذر. فالراجل ده probability ان هو يعتمد على اي ادويه في حياته تقل، بل كمان يعيش حياه صحيه اسعد ويحمي نفسه ويبروتكت نفسه من يجيله اي امراض مزمنه. فازاي تجيب جذر المشاكل الصحيه او جذور المشاكل الصحيه اللي ادت للاعراض دي، فحل مشاكل الصحه او حتى الحقها من بدري قبل ما تحصل، من الجذر بتاعها. نومك عامل ايه، اكلك ايه نظامه، نفسيتك ايه نظامها، الباشن بتاعك في الحياه، هل عندك شغف، do you love living ولا في depression وفي صدمات نفسيه وفي قلق بيحصل، are you active or not، بتمانج الاسترس ازاي، انت مين، نفسيتك عامله ايه. كل الحاجات دي بتتدخل directly. الكونكشن بتاعك ما بين بتعرف مرتاح مع الناس ولا socially isolated. كل ده بيأفكت الضغط والقلب والسكر والأمراض الجسدية كلها، فاحنا بنجيبها من الجذر بتاعها. حاجه نسيت اقولها على خالد يا جماعه، خالد ديوان
عنده بودكاست جامد قوي اسمه روتس، وهو بيتكلم دلوقتي فكرني وهو بيقول بالجدر، فافتكرت البودكاست بتاعه روتس عشان هو، وسألته السؤال ده قبل الابيسود، هو جاي من الروت كوز، من الجدر، يس فعشان كده انت فكرتني يس بالحوار ده. يس آم، هسألك شوية أسئلة كده، وعايز أعرف حاجة منك دلوقتي. أنت بتقول واحد عنده مشكلة بحاول أوصل للجدر، للروت كوز. يس إيه الفايدة أو إيه البنفيت؟ النهاردة أنا عندي ضغط، هاخد المثال ايوه اللي أنت قلته، رحت للدكتور فقال لك خد الدواء ده عشان يعالج الضغط. إيه الفايدة اللي أنت بتقدمها لي كبيشنت عن إن أنا آخد الدواء؟ يعني لما أنت توصلني للروت كوز، ايوه أنا استفدت إيه؟ سؤال اي لاف ات، انا عبقري لا والله. صراحة فعلا عايز أعرف، اقسم بالله سؤال عايز عبقري أعرف، ما تديني والله بجد. سوليوشن، سؤال هتوصلني عبقري، روت كوز ليه؟ سؤال عبقري بصراحة. صح. بص، انت عارف هي لو على حاجة او حاجتين، يعني مثلا ضغطك عالي شوية ولا حاجة، اصل لو احنا جينا احنا هندي اكزامبل، لو جينا اكزامبل الضغط لما يعلى، هي الموضوع ما بقاش موضوع بس ان انت تاخد دواء تقلل الضغط وشكرا. هو معنى ان انت ضغطك عالي معنى ان انت كابت كم ضغط نفسي غير طبيعي، معنى ان نومك وحياتك واللايف ستايل بتاعك متدمر. probably مش شرط، مش شرط. ان ممكن علاقاتك ضاربة خالص، ان في باجج تحت حوار. فانا لو اديتك النهارده دواء ضغط، انا ما اعرفش كمان سنة سنتين هتجيلي بايه، عايز له دواء تاني. فهنقول مثلا دخل في سكر او مقاومة انسولين، ادي دواء تاني. بعد كده ديبريشن، ادي دواء تالت. بعد كده عملية عشان مش عارف ايه. بعد كده انت مثلا المشكلة اللي بيعرف ايه المشكلة، ان كلنا لو انا برضو بتكلم على حد متجوز ومخلف فور اكزامبل، ما شفتش حد متجوز ومخلف فور اكزامبل يعني مش عايز يكون وسط اهله، 100%. مش عايز يكون حاضر، ان احنا we're present هنا together. فانت لما تخيل ان شخص جسمه وعقله بيعاني كده، هو مش قادر يكونكت مع اهله، فين الطعم الحياة؟ فاهم قصدي؟ فاهمه كويس قوي. فهو ده اللي انا بتكلم عليه، الطعم ده. هل انت عايز تستطعم الحياة؟ نرجع نستطعمها، it's hard work، لان احنا هنفتح بس بالتدريج وعلى قد اي طبعا، مقدرتك. ده ايوه فاهم. هنفتح لحد ما نوصل للجدر، لان غالبا او مش غالبا، هو 99.9% الجذور هيبقى فيها جزء كبير نفسي، هيديبند بقى، في ناس 100% نفسي، في ناس 5% نفسي، وهكذا. والنفسي بيبقى اصعب حاجه تشتغل عليها، it's very intense و emotional وصعبه. ف it's hard work. انت شغلانتك صعبه ومجعلصه، بس انا عندي كذا حاجه عايز اعرفها. اولا، هل اي حد يقدر يبقى فانكشنال ميديسن براكتيشنر؟ هقول لك اكزامبل، نيوتريشن، ذاكر نيوتريشن، ايوه فاهم قصدي؟ يعني خريج اكس، لو عملت شهاده نيوتريشن بقيت نيوتريشنست. عايز تدرب كوتش بي تي، خد شهادتين روح الجيم، يعني برضو مش مجعلصه قوي كده. شغلانتك، اقدر اروح النهارده ابقى شغلانتك؟ بص، لا، يعني لازم تبقى جاي من ميديكال باك جراوند، عشان الجزء بتاعي انا دلوقتي عشان ابتدي ان انا اشتغل مع حد، انا لازم اشوف الجدر بتاعه قد ايه منه كيمياء وبيولوجي، اه. وقد ايه منه هابتس، امم. وقد ايه منه نفسية، وقد ايه منه ده على ده، يعني عشان اعرف اوصل للجدر. انا كاني بشخص، بس مش التشخيص اللي هو بتاع الطب البشري التشخيص ده، بس عشان ابتدي اشخص هو غالبا جدره منين. فلو الحته دي واحد مش تريند فيها ميديكالي، مش هيعرف يشوفها طبعا. مش هيبقى فاهم ان مثلا قله النوم دي ستريس، يعني لسه عشان هو سليب هايجين، يعني عشان الاوضه مش ساقعه انف شويه، او عشان هو ما يعملش وايندنج داون وكذا، ولا عنده مثلا سيفير ماجنيزيوم ديفيشنسي يا مثلا. لهوي، انت بتوصل للليفلز دي؟ طبعا انا بخش هناك. انت عبقري. حبيبي يا كيمو، انت عبقري يا جدعان. حبيبي الراجل ده بيشتغل والله. بجد، احنا بننصب. لا بس بتكلم حبيبي بجد، انت والله. بتوصل للليفل ده؟ يس يعني انت بتلعب كذا هات. يس انت ليترلي بتلعب شويه دكتور نفساني، يس شويه نيوتريشنست، يس شويه كوتش، يس شويه دكتور و ده حقيقي. اتس فيري هارد. ده حقيقي. ومعلش قبل ما نخش ديب في الحلقه، ايه اللي خلاك تختار الرول ده؟ يعني قصدي يعني ايوه مش حاجه كومن قوي ال التايتل بتاعك او شغلانتك، يس ده فانت حقيقي. اخترت حاجه تقريبا انا بجد ما اعرفش ايوه غيرك. يس. ايه اللي فتح عينك على كده؟ هل انت بيرسونلي
عديت بحاجه وكان ده الحل ليها، ولا انت جاتها منين؟ اصل في حاجه أيوة، تخليك أيوة. تبقى يس انترستد في الفيل ده، ايه بقى؟ يس. بص انا في حاجه، بس انا ستيل اي ثينك ات از يعني انا برضو not to brag، بس عشان اقول الحته دي I think لا بيع. ابيع. خلاص، لا. انا واخد كسيرتيفيكيشن في المجال ده، انا معدي 70 سيرتيفيكت. يا لهوي، و I lost count. يا نهار اسود. وواخد اكبر شهادات اللي هي بتاعت الفانكشن ميديسن، يعني واخد الاي اف ام، لو حد عارف فانكشن ميديسن، يعني واخد المدارس اللي وات فانكشن ميديسن از بجد. دي واخد البورد الزماله السيرتيفيكت فور اي اف فانكشن ميديسن واخدها، وهكذا. اي ثينك ما شفتش حد في الميدل ايست واخد واو. الحته دي. بس ده putting that aside، قلت ده حته كده يمكن فليكسنج ولا whatever، لا، بس لا، انا لا، قلت لازم. ان لا، الحته دي تبقى 100%. معروفه. انا عارف، انا رحلتي في القصه دي كلها انا مش متجوز المجال. يعني ايه؟ يعني انا لما برجع بريفلكت باك لحياتي انا personally، it was a deep shit hole من الطفوله. كل اللي بفتكر طفولتي بفتكر الضلمه. يا ساتر. فانا من طلوعي منها، بس دايما كنت عارف ان دي مش الحياه. يعني فاهم يعني انا في الحته دي، بس ده it's not how life should be. فكأني انا من طلوعي من الحته دي بالامراض المناعيه اللي عندي، بالامراض اللي انا بشتغل مع ناس عندهم امراض مناعيه بالهبل، وده عادي مع بروفيشنال اثليتس معايا، مع ان الشخص اللي عايز يهتم بصحته عامه any category اللي عايز improve their well being بشتغل معاه، ما عدا حاجات صغيره يعني ممكن نبقى نتكلم فيها. فانا بدات وانا بقوم وانا بخس وبحسن علاقتي بجسمي وباكلي وبنفسيتي، بشتغل على نفسيتي وعلى performance بتاعتي في الرياضه، وعلى optimizing my mental و physical health. فكل حاجه من دي وانا بتعلمها باخد لها شهاده بدرسها، فكأن فار تجارب. بالظبط كده. ده اللي بيطلع يا خالد، بالظبط والله ده اللي بيطلع. صح، صدقني بكلمك جد. والله صح. ده اللي بيطلع ريل. يس. وخبرتك يعني مش جاية انا يعني وانت بتتكلم مع حد انا فاهم، انا حسيت بيك زي ما هو دي، ما دي اكسبيرينس بالظبط. فبيسكلي ردا على السؤال، انت I went through you went through it. exactly. وكان الفانكشنال ميديسن اسبيكت او الناحيه دي هي اللي ساعدتك تفانكشن بيتر. هقول لك حاجه to be very 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 honest. انا خدت كل حاجه درستها وبجربها عليا وعلى نفسي الاول، وبشوف قد ايه فاليد علمي، وابتدي بابلاي مع الكلاينتس اللي انا بشتغل معاهم. طبعا without first do no harm، لازم اطمن زي works مع الشخص، وابتدي اشوف، طبعا بشوف الفيدباك. فده طبعا الخبره الشغل. فمش كل حاجه برضو بقوم دارسها تساوي ان هي دي، فاهم يعني. فالفانكشنال ميديسن لا، في جزء عبثي كتير، فاهم، في جزء، بس الكونسبت عظيم، فاهم. الكونسبت ان انا امسك الانسان شكل برجله، وازاي الهرمونات بتتكلم مع البرين، والبرين بيتكلم مع الجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي والعضل، ازاي الكيمياء بتكونكت مع بعض وبتافكت دي، والسايكولوجي بتغير ايه في دي. كانت بتفاسينيت مي. انت اصلا انت وانت بتتكلم حاسس ان انا عايز وحياة ربنا بتكلم جد. اصل انا متاكد، واشرح لي بقى الحته دي اكتر. اوكي شور ان طبيعه الناس اللي بتجيلك، يس. هسألك كام سؤال كده وجاوب لي عليهم بالراحه. اولا اغلبيتهم عامل ازاي؟ ده اول سؤال. يس ماشي. يعني انا الكومن 80% اكيد في، فاهم، ده شكله عامل ازاي، بيبقى جاي ليه، يس، وعارفك منين يس. الحته دي. نمبر 2، الناس اللي مش لازم سيفير، او انا عادي اشتغل معاك ليه؟ جامد فشخ. انا اشتغل معاك ليه؟ انا واحد عادي خالص. يس. البروفيشنال اثليت، وهرجع للبوينت دي ليتر اون، برضو يشتغل معاك ليه؟ فابتديني من عامه الشعب للنص نص للجامد. انت اسئلتك حلوه كريم. انا عايز اساعد الناس بكلام جد خالد. اوكي يس. اي ريلي ونت تو هيلب، وعايز اساعد الكلاينتس بتوعي. عشان كده جيتك وقلت لك عايزين نشتغل مع بعض. يس. انا شايف ان انت بتذاكر وفي ساينس، وشايف لوجيك في السوشيال ميديا بيج بتاعتك.
ودي حاجات مش عندنا أيوة. ككوتشز. فقول لي نمبر 1 اللي بيجي لك ده عامل ازاي، يس نمبر 2 اللي في النص عادي يجي لك ليه، أيوة. والادفانس اثليت يجي لك ليه. جامد بس فشخ كده. سؤال عبقري. بص يا كيمو، انا اللي بيجيلي الباترن بتاع الشخص اللي هو يمكن early 20s، يعني ماي ايج جروب اللي هو early 20s، يعني ممكن اللي هو الليت تينز قوي. اوكي. يعني دول شويه بس اوكي. usually early 20s up to مثلا mid 40s مثلا، اوكي. usually المنطقه دي. اوكي اتس بيج براكت ها. يس فيري بيج يس. اللي بيجي لي يقول انا مش حاسس ان انا تمام، انا شخص عايز اظبط حياتي، انا عايز انام كويس، انا عايز اصحى الصبح موتيفيتد، انا عايز يبقى عندي بادي كومبوزيشن بتاعتي متظبط، عايز الوز شويه فات، قابلت شويه عضل، عايز كأن الصحه دي تبقى حاجه مهمه قوي في حياتي، يعني حاجه موجوده ان انا انسان صحي، طاقتي متظبطه، نومي متظبط، عندي روتين. ابتدي اشوف انا ممكن ابقى انا بعمل مع ناس سيشنز بشوف كل اللي احنا بنتكلم عليه سيشنز كامله برين ستورمينج. لو عايزين يدرسوا حاجه ممكن نقضي سيشنز كامله احنا بنفكر الجامعه اللي هم عايزينها ايه، ماشيه على نفسيتهم ولا لا، والله العظيم، ويعمل ايه والتقديم. والناس كتير قوي كلاينتس عندي من اللي حسنهم ان احنا we concluded ان هم يدرسوا حاجه هم بيحبوها، we found out what they really love، ويلا نابلاي في جامعه and they started taking masters، وهو ده اللي ابتدى يديهم ان هم موجودين في الحياه. وبالتالي بقى عنده المود التمام ان انا بقى اهتم بقى بنفسي وابتهم بصحتي عشان انا بقى اعرف اشتغل. ده المينينج والبيربس. يعني هبروب على الحته دي يا خالد ونكمل معلش. يعني انت ما عندكش حاجه يعني في الحته دي، انت مش ماسك حاجه. يس خلي بالك البيزنس بتاع الكوتشنج انا عارف انه بعيد خالص. يس بيفور انا افتر يعني بقول له التيم بتاعي بصوا يا جماعه احنا حلوين وبتاع بس طق طلع نتيجه، فاهم؟ انت شغلك فيه كلام كتير، يس يعني ده كلام كتير صعب، ايوه فاهم؟ يعني صح. الحته انت بتقولها دي كلام ايوه اي فيل جود أيوة. تمام أيوة. فاهم؟ يس ده حقيقي ان انا فهمته ده صح. حقيقي قوي. عادي ممكن اجي لك واطلع اي فيل باتر، ده بالظبط كده. مش لازم ليها جزء فيزيكال. برافو عليك. ليه بقى؟ لان انا اي نو ان انا لازم اتست امانتي، انا مش بسعدك وسلام عليكم فاهم مع السلامه، لازم اتست اللي احنا بنتكلم فيه ده الايند مع النيه اللي انت جيت لي بيها، فاهم؟ يعني انت جيت لي بنيه ان انت عايز مثلا تترانسفورم وتحسن كواليتي اوف لايف، لازم دايما اتشيك معاك. احنا بنتكلم في حته يعني ان ار وي اون ذا سيم بي، ان تمام معاك، احنا بنتحرك في حته مش بعيده خالص عن اهدافك لو احنا كنا بنتكلم كده وانا جاي لك عشان لا وير الايند، وشفت معايا الكونكشن، فاهم؟ انت شفت معايا الكونكشن ان لاكينج مينينج اند بيربس بيخليك مش قادر تصحى من السرير من الديبريشن طبعا، وبالتالي عدم صحتك من السرير من الديبريشن بيخليك حاسس ان انت ليتس سي worthless مثلا، احساس غالب، وبالتالي ولا عندك وما عندكش بليف ان انت هتطلع فورمه ولا هتعمل جيم ولا نيله اصلا بالظبط. فانت متخيل ان احنا لو بدانا نشوف انسبيريشن في حياتك، لو شلنا ده وشفت لايت coming into your soul، بدأت تحس انت انا I can do this، وبدأت تتحرك، ده هيبقى aligned مع تحسنك الفيزيكال والمنتل. حلو. يلا بينا نتجه في الحته دي. بتعالجه ازاي بقى؟ انا عايز اخد الكيس دي يا خالد عشان انا دي بشوفها كتير قوي في الشباب الصغير. يس وعندهم حق. انا النهارده لو في بلد وات ايفر، مش كل اللي طلعوا من الجامعه كونتنت كريترز يعني عادي، في بني ادم طبيعي اللي شغال ومعظم المرتبات في الاول ولا حاجه وشاف الناس حواليه والبريشر وبتاع، انا وفعلا ده بيجر ده، انا ولا حاجه مش قادر اتمرن اكل وبتقع، فده بشوفه كتير. علاجه ايه لما يقول لك كده؟ طب انت اتكلمت وشرحت له ان دي بتعالجه ازاي بقى؟ تديله تمرين، تديله اكل، تديله ايه؟ عايز اشتغل ولا بتبعته لحد؟ ممكن ابعت لحد في كيسز معينه، وفعلا ممكن اجي لك في الحته دي. بص انا بعمل ايه في الاول، انا بعمل الاول ودي حاجه مهمه، انا لازم انا الكي بتاع شغلي الاساسي الاسسمنت، اساس لازم اساس. فانا اللي بيجي لي بيبقى عندي فول تشيك اب لازم يحصل، لابس تحاليل اوكي، لازم اعمل لك تشيك اب معين، اشوف تحاليلك، سكرك، كوليسترولك، ده كده لازم، لان اي شكوى ممكن تشتكيها لي ممكن تكون بسبب ضربه في حته من دول. فممكن في ناس بيبقى علاجها اقول له والله علاجك مش كلام، انت هو بجد ده من الدبث بتاع الديفيشنسيز اللي عندك، انت مش قادر تفانكشن.
فوانس انا دخلت لك غذاء انت هتفوق معايا، لان انا استنبطت ان هو عارف هو عايز يعمل ايه بس مش قادر يعمله فاهم كده. فده مثلا ده كيس. فانا لازم اعمل اسسمنت. بعد كده بعمل اسسمنت بيبقى مالتيبل كويستشنز كده وطويل شويه، عشان اشوف الشخص ده غالبا جدره ده البيزد على اللي بيطلع لي كاوتكم، يقدر يحدد لي البوصله اللي اتحرك فيها. الراجل ده جدره سوشيال ايزوليشن، الشخص ده حاسس دايما بالوحده المرعبه مخليه ديسكونكتد من العالم، فمش عارف يعمل حاجه يعني. فاهم قصدي؟ فاهم قصدك. ولا ده lacking meaning and purpose، ولا ده anxiety مرعبه، ولا depression، ولا سكر، ولا ضغط، واشوف كده. فده بيديني بوصله. وبعمله طبعا كويستشنير بيزك بتاع بتاع فاساس الشخص، واقعد امسك وادرس حالته قبل ما اشوفه اصلا. ده كل اللي انا لسه مش امسك بقى الليله دي واقابله. بعد كده بقابله وتراي اسنس واتس هابينج واسك ذا رايت كويستشنز. الاوبن اند اللي هو اسال ستيميوليت واضرب يعني، بسال بقى، ده شغلي اللي هو بسال وافتح واسال وافتح وهو يتكلم لحد ما ربط معاه الكونكشن. وبعد كده اقول له غالبا انت قصتك 1 2 3 وات دو يو فيل اباوت ذس. يقول لي probably you're right. اقول له طب انا اكشلي ممكن الريكومنديشن بتاعتي تبقى هتقرا لي الكتاب ده عشان نبتدي بقى افهمك الزاويه دي من الفكر. هتعمل لي هتبتدي لازم تنزل تتمرن، لان انت لازم تبتدي تمرين، لان التمرين ده هيبتدي يفوق، هيبتدي يوديك اسبكت مش على بالك. ابتدي تتمرن حتى لو اي حاجه. بالظبط. وهتعمل لي فود جورنال، بس تكتب لي انت بتاكل ايه في اليوم. ابتدي اتحرك معاه بتيبس. يجي لي تاني مره ايه اللي ظبط، ايه اللي خيش، ايه اللي حصل معاه، واخد منه هيستوري. ولازم بيبقى فيه وقت ان هو يبيلد تراست معايا. انه هيبتدي بعد فتره محتاج يشير معايا حاجات ديب، حاجات بتتألمه بس هو بسبب مثلا الستيجما، بسبب كده مش كبتها. فهو مديله السيفتي ان انا بفهمه ان انا بني ادم زيك وانا طالع عيني زي ان مفيش ما بيننا يعني، ويحسها. اي طبعا فيفتح 100%. فتح بيبتدي ان هو يحس ان هو طب ما بيس. فاهم؟ مره مع مره. وطبعا عشان كده بدرس سايكولوجي. يعني انا فانكشن ميديسن كان لاكينج الزاويه السايكولوجي. فاهم؟ لا لما الشهادات اللي انا اخدتها كانت رحت واخد طبعا بقى شهادات سايكولوجي، دي لعبه سايكولوجي بتكلم بالظبط. فانا رحت بقى واخد بقى تك كورس السايكولوجي بقى على طول تك من اقوى الانستيتيوتس ومن اقوى الدكاتره النفسيين. وعشان اعرف بقى افهم بقى الجريف اللي هو لوزنج حد بيعمل ايه في البني ادم وازاي تتعامل معاه. الحاجات بقى النفسيه الديب، الصدمات النفسيه اللي مش عارف ايه، الطفوله، الانر تشايلد وبتاع كذا كذا. فتعرف بقى تكونكت بقى، هنا دي كيمياء، على هنا ده بيربس، على هنا بقى تقعد تتحرك بقى وتلعب في القصه دي. فعشان كده ما عنديش كل كلاينت عندي صفحه بيضاء. واو. ما اقدرش احط كل كلاينت صفحه بيضاء رسام من اول وجديد، انسان جديد. يس. يا نهار اسود. انت كنت الكويستشن اللي يمكن اللي بعده، فيعني فكأن ردا على لو حد جالي ما عندوش المينينج والبيربس ده، لازم اخده لازم احس ان هو انا معاك، ما ام وذ يو، طلع معايا، هفكر معايا، بتراست مي، فيحس ان هو مش لوحده. بس هتديله التولز يا خالد، هتروح تديله الاكل اللي ياكله، هتديله مش عارف اللي يعمله، هتروح تديله كمان التمرين التمرين اللي يعمله. طبعا. يعني انت بتلعب كوتش ونيوتريشنست ودكتور نفساني وما بهزرش بقى، انت بتعمل كده والله. يس. يعني انا بعمل كل حاجه، بس في 3 حاجات اساسيه بمشي بيها. الاولى ان انا اريفير اوت لما احس ان انت محتاج حد مور سبيشالايز، حاجه بقى متخصصه خلاص. انت لازم مثلا فيزيوثيرابيست، انت لازم سايكايترست، لازم تتشخص. في باترن مش في حوار هنا، تشخص وتعالي لي. فانا التشخيص ما بشخص عشان انا طب اسنان دخلت فانكشن. فتشخيص ان انا اقول له انت عندك مرض اكس، حتى لو انا عارف لازم يروح ياخده من الدكتور بقى بتاعه. التريتمنت الميديسن الدواء لازم الدكتور اللي يحطه ويشيله، اللي الدكتور يدي يشيل. ممكن ادسكاس معاه بس ما اقدرش برضو اتدخل في حكم الدكتور دخل انتي ديبريسنت ينزل، مش هقدر اعدي الحته دي. فدول حاجتين. فريفيرنج، ومش بشخص، ومش بكتب ادويه ولا بشيل ادويه. وفي certain population، يعني ما بشتغلش مثلا تحت 16 سنه،
الناس اللي عندها 19 سنه وما بشتغلش مثلا. معلش ليه يا خالد؟ سؤال عبقري، بس رده كبير. يعني ما اديني بس ملخص، اصل ايه؟ هقول لك بمنتهى ده البساطه. في عيال عندها عيال 14 هقول لك 15 يا سنه باشا، ستك. هقول لك ليه. عشان الكونفرزيشن مش بتبقى مع الطفل، لازم تبقى مع الاهالي. اه طبعا هو صغير قوي. لان العلاقه ما بينهم مش عشان هو صغير، عشان الطفل اللي بيجي لك بيعمل حاجه، عنده حاجه اسمها، انت مش متخيل ده حجمها زي حاجه اللي هي الايتنج ديس اوردرز. اه الناس اللي عندها بقى بينج ايتنج ويفضل ياكل لايك ذير از اللي عنده انوركسيا، اللي عندها بموضوع مرعب. الايتنج ديس اوردرز في، يعني انت مش تخيل الحجم. والايتنج ديس اوردرز يوجوالي بتيجي بسبب صدمات نفسيه، لازم هتبقى صدمات اوكي. نفسيه. فانت هتلاقي مثلا واحده بتشتكي، اصل انا طول ما انا في الرايحه وفي الجايه امي بتقول لي لازم تخسي اما مش تتجوزي مثلا، اه او شايفه صاحبتك عامله ازاي وانت عامله ازاي مثلا. او واحد شايف، او واحد بولد في البتاع، واحد في دخل المدرسه بيخلصوا عليه وقتها. مثلا. فالشخص ده مش فكرته نيوتريشن والموضوع بعد عن نيوتريشن وبتاع. الموضوع فين الاهل اللي بتبروتكت، اللي بتاندرستاند، اللي بتكونكت، اللي بتستوعب ده؟ فين الفاميلي؟ يا لهوي يا مان فاهم؟ فانا ما اقدرش ان انا اقول لطفل، اقول له، لان انا في الاول كنت بدات كلاش مع الاهالي. ايوه طبعا. يعني انا اتخانقت مع، يعني غصب، مش اتخانقت بس دخلنا هاد تو هاد. ايوه اللي هو طبعا. خسس لي البت دي، مش هعمل اللي انت بتقوليه ده. انا عارف ان انت فاكره ان ده من مصلحتها، بس الاسلوب ده هو اللي مخليها لازم توصل مرحله انك اصل الاكل ده الناس استخدمته بدل ما هو عشان اكل عشان جعان، انا هاكل عشان املى حوارات جواي، اغطي ايموشنال ايتنج. بالظبط. فانت الحل هنا مش دايت، الحل هنا الايموشنز اللي هنحاول نملاها بالاكل. we need to يا understand مان ايه دي. والله العظيم كلامك مزيكا على فكره بقى، مش بقلبي بجامل، يا لا ولا كريم، ما والله بجاملك، العظيم انا انا بس معاك يا اصلا حبيبي. بكتشفك اكتر. حبيبي بس انا هموت واطلع يعني هموت واخش في حته تانية انا خالص. معاك انا معاك انا بس معاك. معلش انا هرجع لك على السؤال التاني، مش شور هوقفه شور عشان انت جاوبتني في حته، بس عايز ارجع في الحته دي في حته معينه. يس. انت قلت كلمه دلوقتي بتاعت خسي عشان تتجوزي وبنتك بقى بلا. كالتشرلي ايه اكتر حاجه بتشوفها غلط في مجتمعنا؟ ايوه ايه كارثه بنعملها يا مان؟ بص، انا شايف الكارثه اللي احنا بنعملها بصراحه، يعني ممكن برضو معناش ده اول حاجه جت طب في بص، بالي. ممكن ابسط لك سؤال لو عايز. انا قول. اخوك يا عم وعندي ايوه بنت صغيره، ايوه ايوه قول لي 3 4 حاجات، قول لي على الله يا كريم يطلعوا ايوه من بقك نو ماتر وات ايوه اوت اوف علم. يس. يعني انا سمبليفايد، بس انا بسالك السؤال ده بص، عشان عندي بيبي. اول حاجه هقول لك، شك دايما في يور فيرست امبلس في اي حاجه تعملها. اوكي. يعني لو حسيت ان الواد ده لازم يتشكم دلوقتي، اسكت. شك. عشان في لاير وراه، هتلاقي هو انا اصلا الطفل كان بيعمل حاجه عاديه، بس انا كالتشري مش اكسبتنج المفروض الطفل ده يبقى كذا. مم. فدايما شك في اول امبلس. اللي هو هتعمل كده تيست. شك يعني اقف. يعني حاول توقفه كده وتشوف فكر بس. وراه، فكر قبلها. حلو قوي. فدي اول حاجه. رقم 1. الحاجه التانية، حاول تمرن نفسك. انا عارف الكلمه دي صعبه، اللي انا هقولها دي صعبه ودي سعي. حاول تتقبل اللي هو لو طفلك كده من غير ولا حاجه، هو على وضعه ده، هو بالنسبه لك انت هو تمام، هو enough. اوكي. ان هو تحس ان هو enough، مش محتاج يعمل حاجه to be او to feel enough. لا احسسه كده ولا انا احس كده؟ اصلا ممكن احسسه كده ان انا ما انتقدش الطفل البني ادم وبكتمها جوايا، بس انا من جوايا عايزه احسن، عايزه لا زي مثلا مش Yes. رياضي حبوته يلعب رياضه سبيشال اللي بيلعبوا يعني، في حاجات كده مش هقول له تمام فاهمك، ولا انا اقتنع مش قادر ايوه ابلعها. هقول لك، برافو عليك. ما انا بقى كنت هقول لك يمكن في الحته، يمكن الاولى اللي انا اصلا كنت هقولها لما سالتني السؤال وحسينا وايد. تعرف انا افكر في ايه؟ وعادي ان احنا هنروح في حته، لان هي فعلا فيها حته مبهمه بجد. اللي انا هقوله هو كل واحد محتاج على طول يراجع نفسه on a daily basis، ويشتغل على معتقداته اللي اتربى بيها. قد ايه بتشتغل out of trauma، على فكرة ده كلنا طبعا. قد ايه بتفانكشن out of adaptation لصدمات نفسية، طبعا. وقد ايه انت، يعني قد ايه انت being you. انت فاهم؟ وbeing you ده السؤال لناس كتير، ده السؤال الوجودي اللي ناس كتير بتحاول تفهمه. فلما احنا بنفهم ان ايه ده، هو انا بعمل كده بسبب اللي انا شفته، ده وجهة نظري في الحياة، ان الولد لازم يطلع عين اهله عشان يقدر يسرفايف.
هو ده اللي انت ككريم عملته عشان تسرفايف. بس هل ده حقيقي ينطبق على الطفل؟ هل ده بجد هو كونسبت يشتغل؟ الواد هيتفشخ وبجد هيطلع لك احسن ناس وناس، لان ممكن الطفل يريبل يقول لك لا صح فاهم عادي، بس في واحد تاني ممكن يقتنع. فكم في المية it's your own trauma being اتحط على الطفل؟ يس فاهم قصدي. لان هو ده اللي بيسموه ترانس جينيريشنال تروما. الجد ضرب الابن ضرب الطك طك 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 طك، عماله بقى تروح لحد ما هيجي الشخص اللي هيفهم ان دي صدمه وهيفضل بقى يتفشخ شغل على نفسه. شغل على نفسه، لان انت وعلى فكره knowing something اللي انت بتعمل حتى لو ضغطت على الابن you care you're a good person طبعا. يس فاهم؟ فلازم تعرف انك because you care، بس is this the right way؟ وانا بالنسبه لي دي حاجه انا برضو بفكر فيها دايما، يمكن مش 3 حاجات او حاجتين يعني، بس انا بفكر عنك سؤالي ان انا مثلا بحاول، لان كلنا بنحاول مع ابني اخليه يروح بالكلام، يبقى ستوبد، ما يبقى سيلي معايا، يكسبرس مشاعره بجميع الاسبكت، انجر، ديبريشن او زعل، سادن بتاع، طلع. وانا بحبك ان اول ذات، يعني كل ده انا مش هصدق، طلعت مشاعرك، احكي لي ايه رأيك في الكلام، احاول اسمع منه. وهخلي بالك انا ابني عنده مثلا لسه ما تمش 5 سنين، والله العظيم مش اطفال بمعنى كلمة اطفال اللي احنا بنفكر بيه. طبعا لا، اللي بيروح ويجي معايا في سبيس، هو كأنه بيز ده تريتمنت، هيكتم وهيعمل فاهم، بس هم فاهمين طبعا مختلفين. فهو الشغل على الذات ده عشان كده بقول لك هو اتس هارد ورك، لانك فعلا تخش في حتت زي السيرجري في الجروح فاهم، وهتبقى مؤلمه عشان انت مش عايز ده يضرب في اللي بعدك. ما هي مش يعني صعبه. فنصيحتي ان as much as possible الواحد زي ما يتسرعش في احكامه، يشك ان الطريقه اللي هو شايفها دي هي بس الصح. لا، ده ممكن تبقى جايب بيزد على your history. is there something better than this فاهم؟ هي الريفلكشنز دي من الحاجات اللي انا بفكر دايما مهمه قوي. معرفش رديت على سؤالك ولا تمام؟ رديت 100%. وانت بتتكلم عمال افكر في نفسي يعني عشان كده. طب هرجع للسؤال بقى اللي احنا ما خلصناش. فانت قلت لي على البني ادم اللي جاي عايز حاجه، وانا عايز اوضحها عشان بس لو الناس كانت، انا عارف احنا طلعنا الموضوع رجعنا تاني. انا معاك. من الاخر شغلانه خالد، الراجل بيخش او البنت، طبعا صلحني لو غلط، انت سكانر يا باشا. انت راجل بتسكان 3D. صح، انت 3D يا ريس. انت مش انت فاهم قصدي؟ صح. انت سكانر 3D. انت يس البني ادم بيخش لا مؤاخذه بيتقلع. فاهم قصدي؟ هو هيجيبك احكي لي اكتر، ابني لي كويشنير، هيفهم اندايركتلي بحكم شغله عشان هو دارس زي علم نفس. ايوه. هيفهم اكلك وشربك، هيديك 360. انت تاكل تشرب تقرا تجيلي تك تك تك، وهيوجهك، فهو ببوصله. ايوه صح. in simple words. فهمتك صح؟ انت فهمتني صح. ليه البني ادم اللي فاكر نفسه جامد لا بهزر. ايوه لا قصدي البني ادم العادي أيوة. اللي هو كلنا عندنا بلاوي، بهزر، بس قصدي البني ادم اللي دايما الواحد اقولها لك ازاي، بتبقى اول حاجات الفيزيكال الباينه. ايوه فاهم؟ انا النهارده راجل اسمي كريم، 37 سنه، بشتغل، بحاول اجتهد وعايز اجي لك يا باشا كبروفيشنال عشان عايز ابقى اقوى. ايوه عايز ابقى احسن. عايز ابرفورم بيتر في رياضتي وفي حياتي، عايز وانا جو تو ذا نيكست ليفل. هتشتغل معايا ازاي؟ بص، انت لو جيت لي ككريم، انت غالبا وجهه يعني اعتقادي ان انت مش انت الشخص اللي ممكن انا بالنسبه لي كورك هقول لك انت بروبلي انت هتعوز مني a couple of sessions بس. مش هتعوز كتير. هعمل لك الاول هبقى معاك، هقول لك لازم اللي هو هاجي لك انا وانت هنيجي على بعض على الدغري. هاجي لك يعني فاهم، اقول لك كيمو انت نفسك انت عايز تعمل ايه، انت نفسك في ايه كده بالظبط. ساك كريم باشا قول لي انت نفسك بجد، انا بقول لك نو ليميتس، انت نفسك تبقى فين، نفسك ايه اللي يحصل، فهتكسبرس الجولز بتاعتك. انا نفسي 1 2 3 4 5 6 7 8 مثلا. هشوف انت عينك رايحه، انت لو انت لقيت انك اهم حاجه بالنسبه لك الشغلك هو اللي واخد برايورتي،
فانا هظبط لك طاقتك وصحتك وروتينك انه يفيول اللي انت عايش له. فاهم؟ لو انت اهم حاجه شغلك وكذا كذا كذا، فهقول لك ليه، هقول لك لان احنا محتاجين نقل بطموحاتك في حته ان انت تبقى زي اللي فاضي، زي او زي اللي بيشغل شغلانه. انا بتكلم ان انا عارف انك بتتفشخ شغل، بس لو انت شغال من 9 to 5 ولا قلت لي لا انا شغال من 9 to 5 وشغلانه مش هكتك، بس انا بقى لا انا عايز بقى عايز ابقى افشخ حاجه ممكنه. هقول لك يبقى فوق يلا فوق يلا بالظبط. هو انا جاي هعمل لك بقى نيوتريشن بلان. هنا بقى ايه جزء مني النيوتريشنست هيخش باشا، احنا لازم نركز البروتين انتاج بتاعك يبقى قد كذا. اللي ايه علاقته بشغلي؟ اللي ايه العلاقه بشغلي؟ لا انا هنا بتكلم ان انا بتكلم هنا لو انت بتتكلم فيزيكالي اوكي. انا هنا لو بتكلم فيزيكال عايز ابقى اقوى، بالظبط. هتلعب بلعبه عادي نيوتريشن بالظبط، هلعب لك لعبه النيوتريشن، هتقوم عامل لك نيوتريشن بلان فيري سيمبل فيري بيزك ماشيه مع روتين حياتك. حلو. هتصحى الصبح انا ما بحبش كذا توقيت حلو. القصص دي، اظبط لك نيوتريشن كالوريز وبتاع الكلام ده كله بيزك، واقوم جاي قايل لك والله بص البيز ده هتحلك انت عندك نيوترين ديفيشنسي في 1 2 3 خد فيتامينات تركز زودك وانت كده تمام بس اوكي فل. وتماريني تمارين انا معايا في التيم ترينر. حلو. فانا اقدر اريكومند على حسب اسئله، اقول له انت غالبا هتبقى عايز تبالك اب مثلا، يبقى انا probably هتبقى محتاج مثلا let's say body building style workout 4 times per week. بس اكتر من كده لازم انا بقى معايا الترينر بقى، خلاص الترينر بقى يخش هيقعد معاك قاعده يومك ماشي ازاي، دنيتك ماشيه ازاي، تك يقوم عامل لك ورك اوت بلان كده. او مع كي جي مثلا، لان انا ممكن يجي لي حد معاك انا ماشي بلان مع كي جي نيوتريشن بيرفكت، بلان بيرفكت، ورك اوت بيرفكت. هو عايز مثلا ليتس سي ان كان بقى اون توب اوف نفسيته بتاع سبلمنتس بتاع اي حاجه حسيت ان انا وانت هنكون يعني aligned بيها، او الشخص عايز يظبطها وما هفيل some gaps يعني، فهتعامل accordingly يمكن للكيس بتاعتي اللي قدامي if that makes sense. طيب انا فهمت انت بتقول ايه. لو انا عايز اشتغل معاك Yes. كي جي ورك اوتس وانت خالد ديوان Yes. روتس، ايوه اوكي، وانا انا بقول لك ان معلش هقلب بقى شويه حته الرياضه. عيش حياتك. انا بقول لك ان 99% من الكلاينتس بتوعي اللي ما بيوصلوش لنتيجه بيبقى بسبب حاجه واحده، كونسيستنسي، صح استمراريه. صح اصل هي ما فيهاش، صح فاهم قصدي؟ بالظبط، ما فيهاش بجد والله ما لهاش حل، والله ما لهاش حل بالظبط. ما انا برضه مش بتاع جوافه بالظبط وبرضه فاهم، وبعدين مش عامل حاجه مجعلصه. صح 1 + 1 = 2. هتروح تتمرن هيطلع لك عضلات برضه، خلصنا. انت مش البيج رامي. صح هي بس روح بالظبط. والبني ادم واصعب حاجه الكونسيستنسي انه يقلب يبقى لايف ستايل الناس تروح. ايوه ماشي. طب انا النهارده بقول لك ان انا عندي دروب في العملاء بتوعي، لا تسي حرميه رقم 50% ما عندهمش حته الاستمراريه او كونسيستنسي، ما عندهمش. ايوه وانا عايز هلب عشان اساعدهم. ايوه لو اخدت 50% دول قلت لهم روحوا لو سمحتوا الروتس لخالد ديوان، ايوه هتعرف تساعدهم؟ يس. بيبقى ليه؟ بص بلاش برضه انا بقول لك كلمه يس بس انا ما اقدرش ما فيش حاجه لان الفيلد ده ما فيش حاجه فرهان يعني ما أيوة فيش. فاهم قصدك. فاهم؟ لان انا اللي بيجي عندي في منهم انكونسيستنت طبيعي يعني. بس اللي انا ما هي بقى طبعا انت بتشوف الانكونسيستنسي بتعمل بقى الاسسمنت بتاع انت ليه انكونسيستنت ودي حاجه امشور اوف يعني، بس التمرين خلاص انا ضامن اللي جاي من على كي جي الحاجات دي دوبل، مش حاجات اوفر لو، مش حاجه مش طبيعي لا حاجه دوبل. فانا برجع تشيك ان مع الجول الموتيف، هو اصلا انت ايه اللي خلاك، انت ليه عايز تعمل كده؟ بسأله كده انت ليه اصلا عايز الليله دي؟ انت خدها حتى نفسيه. انت ليه عايز الكلام ده اساسا؟ لان هو ممكن يكون حد طالع من بريك اب مثلا، فاهم؟ بس هو تحمس عمل وبعد كده لقى ان هو التروما بتاعته اللي هو ترومة البريك اب دي، الفراغ اللي حصل مش هيتملي بالاكسرسايز والنيوتريشن. هي لاست انترست. مش هو ده يا باشا. زي لما حد يفتكر يا ما احنا قلنا ان هي دي اللي هتفرق معانا، وتلاقي الهوا دي فاهم؟ فهو ده الفكره. انت ولا قصه لان ممكن القصه تكون نفسيه بحته، وهو اكشلي الراجل ده كان واخدها كتول، ودي مش حاجه اصلا في الفاليوز بتاعته. انت فاهم يعني؟ موضوع ان هو يهتم بصحته دي حاجه لسه هيبتدي نبنيها بس بعد ما نشتغل على نفسيه بكتير، فاهم؟ فانا بتست الموتيف واتحرك منه،
ولا هو مثلا مشكلته الانكونسيستنت ان هو بيرهق بسرعه. فحاجه نيوتريشن ريليتد. فحاجه مثلا ممكن على فكره، ما هي الفكره اللي هي بقول لك ان لازم سايكولوجي، لان الفتيج جزء كم مره كنت عشان مودك واقع يا معاه. لهوي ستريس. بالظبط. ايه ده الستريس بيقعدك في سرير بس فاهم، وفيتاميناته زي الفل. فانت بقى اللي بتعمله هتشتغل معاه على حته الستريس مانجمنت، هتشتغل معاه لو حتى النيوتريشن تديله نيوتريشن مظبوطه، هتشتغل معاه انك تفهم الموتيف او الحماس وتحاول تبين له ان دي بيجر، تشتغل مع حته نفسيه فبتديله انا معاك يا باشا، هنتحرك هنأيف حاجه زي مثلا بتوع اللي هم العطار. انت فاهم، انت بتعمل ميكس حاجة. زي بتأيف حاجه وبتست معاه. انت فاهم، هنأيف ده ونجرب what work what didn't work. لازم تدرس سايكولوجي، لان اصلا الكلاينت بيقراك وانت بتشتغل معاه. يعني كلاينت سمارت طبعا وفاهم هو انت انت فاهم. ففي subconscious protecting الكلاينت، مش بارادته، مش عشان هو شخص انا فاهم. كده، هو في بني ادم subconscious. قاعد بيقرا اللي قدامه طبيعي. فعمال يقرا وده هيعمل كده ولا كذا كذا كذا. فانت ازاي تبقوا انتوا الاتنين تواصلوا ان انتوا خلاص احنا we're together in this. انا بالنسبه لي ان انا في الاخر انا حتى دايما بفكر ان كلاينتس، هو انت تفتكر انا معاك ليه؟ قشطه اكل عيشي وبتاع تمام، بس انا في الاول ولا في الاخر، هو انا كل يهمنا في القعده دي مش ان انا اثبت ان انا شاطر، هو ان انت تبقى احسن. احسن 100%. هو ده، فانا نيتي هنا 100% معايا ويلا بينا نجرب. 100%. ف دي في حته الكونسيستنسي. لا انا ممكن كاني بقوم اكلمك مثلا، كاني في ناس كده كاني ببقى عايز اكلم كيجي، لا كريم ده مش هيقوم كمان لحد سنتين انساه شويه، لان انا عارف ان احنا جايين في حته تحت خالص. فاهم، خدت حته نفسيه حته هناك خالص. فاحنا بقى لحد ما عشان لما يظبط ويبتدي ري اساس البرايورتيز، هيشوف هو عايز يعمل كده تاني ولا كده. فاهم. ففي ناس فور شور مش هتكم يعني مش دلوقتي خالص، مش في الفيس دي. مش في الفيس دي. هسألك أسئلة بديهية، حاجات نرجع بالستاب كده نهدى شوية عشان ممكن انا وانت تعمقنا، عايز حاجات بديهية. هخش حاجات فيري بيسك. انت راجل نيوتريشنست ان جنرال، هل في حاجات انت تنصح بيها بقى في حته النيوتريشن ان البني ادم او البني ادمه كده كده يا جماعه ده لازم يبقى بارت من يومكم عشان هيفرق قوي في المنتل هيلث في يعني هل في كده حاجه بروتوكول تقدر تديهولنا كده على بلاطه ده الصميم، ولا الحاجات اللي احنا عارفينها؟ بص، هو الحاجات اللي انت عارفها اللي درجه، انا دايما بقول للناس كده، بقول لو انا حطيت طبعا بغض النظر عن التشبيه، بس اجان اون يور هيد قلت لك اكتب لي نيوتريشن بلان، هتكتبها لي. يعني لو انا استرسيتك ضغطت شخص عادي قلت له حط لي نيوتريشن بلان المفروض اكل يوم ما اكلش ايه، هيعملها لي. طبعا. فهي يو هاف ات. الحاجات البديهيه، ما تاكلش ايه وتاكل ايه معروف. لا دول تمام، فاهم. بس ما فيش عشب التونجات لا ولا وانا دايما بقول كده. طبعا اللي هي عصفور الريحان في الهند. انا بقى الناس اللي دايما اقول لهم كده، اقول لهم عايز كنت عامل حتى سيريز قبل كده ستوريز، يعني كنت عامل نيوتريشنستس ريد فلاجز. ماشي. الشخص اللي يأفور على فيتامين سي اهرب. لان خلي بقى اهرب لان انت مش يعني خلاص اول ما هقول لك ان هي دي حل حياتك طيب. اهرب. حتى في اي حاجه كده نو وين. اول حاجه ما في الابحاث قالت انت بورين الابحاث هو ما قراهاش. بالظبط. هو ده فور شور ده كده فهو الابحاث قالت ان الشعوشبه دي بتعمل كده. فطبعا كلاينتس كتير بتلاقي بتبعت لي بقى اشواجندا لما طلع ترند. بالظبط. انا الاشواجندا انا هادي فاهم اللي هو هادي ايه لا بالظبط. انا الاشواجندا من قبل انا في الفانكشن ميديسن وزمان وانا بدرس الاشواجندا كانت فعلا. انت كنت لسه بتكلم مع علاء الشيخ، تلاقي ممكن الناس عارفاه، بس انت عارف ان انا كنت بدي الاشواجندا دي ما كانش في حد فاهم. كانت من زمان، بعد كده دلوقتي اخدت حوار. هي حاجه هي بجد بتقلل الانكزايتي بس مش هتحلك تروما. لا طبعا لا انت فاهم قصدي. يعني هي هتهدي الدنيا شويه قبل النوم بيس. ايوه. لكن بقى افورت
ان دي بتاع لا. يا جماعه انا باخد بالي شهر انا فعلا هديت ايوه ولا ايوه بص لا حرام، هي الاشوغانه بتكالم، بس ليها يعني هي قويه، بس قصدي مش كفر اب لاديبر ايشو. 100%. لا طبعا لو حاجه يس دي بتروما يس يعني. ردا على سؤالي، لا مفيش حاجه اللي هي اوف عادي، اللي هو الفيتامين الزنك العادي، ولا في حاجه معينه عايز هقول تتكلم لك انا ايه الكرايتيريا اللي انا اديني مهمه criteria. بالنسبه لي في ماشي. النيوتريشن. بص برايورتيز، اول حاجه البروتين انتيك، دن ده فور شور، ده اهم بوينت. بعد البروتين انتيك الفايبر. انا هنا بتكلم على الحاجات البروفن ان هي هتميكس significant. فايبر فيتامينات ولا لا فايبر هنا لو هتكلم نيوتريشن بس، لسه ما اخدش تتكلم supplements. اكل ماشي. اكل بروتين is a بروتين. priority. اديهم امثله برضو معلش حاجات بس بسيطة. بروتين عادي، بيض، سلمون، اي سي فود، تشيكن، بيف، ايا كان عيش حياتك بروتين as lean as يعني as low fat as من غير دهون possible. على قد ما تقدر. بالظبط، عشان الكالوريز وبتاع وفي دهون مش 100% احسن حاجه. لازم. فبروتين باي انواع. لو انا قلت لك لو احنا in a perfect world هقول لك 3 وجبات افريج، وممكن 1 to 2 سناكس. طب الصيام المتقطع فيكس افكس. يعني الحته دي عايز لو طولت احنا ممكن نغوط سنه. اديني لو الخمسه الاول، اديني البروتوكول ماشي بيرفكت. ان انت let's بروتين، say قلت لي بروتين عادي. بروتين اهم عادي. حاجه. تاني حاجه الفايبرز دي اللي هي فروتس وفيجيتابلز، الالياف بتاعتك. بعدين العلم الكومبلكس كاربز اللي هو احسن لك الشوفان، البينز، الليجيومز، الحاجات لو براون بحق ربنا دي برضو فيها الياف عشان دي بتظبط مستوى السكر وبتشبع وهكذا، فتمام في الالياف. هيلثي فاتس معاك بس مليانه كالوريز فتكر منها. والحاجه يمكن الخامسه او حاجات، هو بيني وبينك هي في حاجات كتير، بس ان انت تبقى فلكسبل في اكلك. يعني ايه؟ حاجه حبيتها عايز تاكلها عادي يا مان، عادي يابا، عادي قوي، عادي جدا، انجوي امبارح يا ابني. انا امبارح والله العظيم امبارح بالليل، اولا طول يوم مش واكل احسن حاجه، وبالليل عايز اكل برجر وفرايز. يا مان عادي يا مان، ما احنا طول السنه عادي بنتمرن ومركزين، لا عادي واكل ومبسوط. وعايز اقول لك حاجه، بعدين بنص ساعه دخلت نمت، ما قعدتش 9 ساعات عشان لا عادي خالص. مش بقول لك 9 ساعات ايوه مش بقول لك لا ده بس انا صح، معاك، بس صباح الفل معاك ما نفسي صباح الفل فيه. بالظبط ده اكزاكتلي اللي بيخليك تفضل مكمل، بالظبط كده. ده انت مكمل، ما بالظبط نفسيش في حاجه. بالظبط كده. لكن جو ما فيش ويوم تشيت يعني ما بس اللي القفل. بس اللي عنده المعادله برضو يا خالد. ما هي دي بقى الفكره، ما دي برضه بقى، ما ده بقى اللي انا بظبط بشتغل عليه. ان انا في ناس عندها بيبقى بيرفكشن او بلاك اند وايت ثينكينج. ابيض واسود. لو ودي حاجه خلاص جهاز عصبي بصدمه نفسيه قديمه، خلي بالك، ما احنا عشان كده بنوصل للجدر، فاهم؟ لان هو بالنسبه له لو اكل سكريات، انا اعرف حد لو اكل بونبونيه طعم السكر لو داقه يجلد ذاته يابيوز ده مرض. طيب. ما في مرض. مرض. فهنا بقى تبتدي تشوف ده جاي منين بقى وتعالجه بقى. وتعالجه وتبتدي تتحرك. وكلمه بص، انا برضو معايا في التيم سايكولوجيست، ففي حته احب اللي هو ايه، وهياخد وقت وعايز يتكلم، عايز بيور سايكولوجيست شاطر، لازم يبقى معايا حد ان انت شغال انا ومنك كمان، انقل الكارير ده فكك. ونفسي تعالى اشتغل عندي. بتاع ترمس. تعالى طبل يا ونطبل. باشا والله العظيم. ليه يا مان عملت كده في نفسك؟ يا ربنا لا، بس بقى بهزر حاضر معاك. انا عارف. بس يعني هي فعلا انا بقول لك انا through my journey ده حصل، فاهم؟ البراكتس ده ظهر through working on myself. هقول لكم حاجه ممكن يكون 99.9% ما تعرفوش عن خالد ديوان، حتى لو انتوا عاملين له فولو على السوشيال ميديا ممكن ما تكونوش عارفين الحوار ده. صح. بس الراجل ده اشتغل مع توب اثليتس في العالم، رياضيين ارقام واحد، ومش هأفر ولا حاجه. وانا هقول لكم حاجه بسيطه يعني، هو مين اقوى رياضي جه فيكي يا مصر لحد يومنا ده؟ لا مش انا. هو مين؟ هو بصراحه الكينج مو صلاح. محمد صلاح. وكنت بتكلم مع خلود كده وبندردش وبتاع، فعرفت ان هو كان بيشتغل مع محمد صلاح في الفيز لما كان في روما قبل ما يروح ليفربول يس اللي هو البيك يعني. ايوه صح فاهم قصدي؟ يس. ف
انتوا فاهمين يعني ايه، هتكلم معايا اكتر في الحته دي، بس انتوا فاهمين يعني ايه راجل بعقليه محمد صلاح، بالنولج، بالناس اللي حواليه في ايطاليا وانجلترا واوروبا، مم. بامكانياته، آه، ايوه. يشتغل مع حد في مصر مهما كان. ده مم. اكبر مثال بيقول لك ان الراجل اللي قاعد ده، انتوا فاهمين حبيبي كميه والله. المعلومات والنولج، انا ما بهزرش حبيبي يا ومش كيمو. بجاملك. حبيبي. بس انت لازم يتحط عليك السبوت لايت، حبيبي والله العظيم. علشان على فكره مش ببيع لك ولا شخصيتي ولو الناس عارف والله عارفاني يعني. العظيم عارف. بس انت فعلا مذاكر يا مان، انت مم. فعلا جامد. حبيبي والله. ومش بس كده، انا ليه بقول لك كده؟ عشان مراتي مثلا عندها سكوليوسس بسيط، يس. وقعدت تعمل ريسيرش وبتاع عشان ازاي تحسن من جسمها، ولقت اكاديميه في امريكا، مهم. وكان هو ده اللي فتحوا عيني، مم. بيعالجوها بالروت كوز. بقوا يا مم. خالد يقولوا لها حاجات بقى اللي هو بالنسبه لي انا كمان، انا المفروض كوتش يعني. ايوه ايوه. انت نامي، ارفعي رجلك مم. وكده واوريك البيفور اند افتر، تتصدم. وانا كنت ببقى بحضر السيشنز دي واقول لهم مش عارف دكتور كذا، دكتور انت بتعمل ايه؟ احنا بنعالج المفصل. بقول له يا مم. مان ظهرها اللي وجعها، اللي مم. مش عارف ايه، بنشد ايه اللي قافل. انت مم. بتفكرني بيهم، ايوه وده صح. العلم بتاع بره. صح انت فاهم صح قصدي؟ صح. فعشان كده بقول لك ان لازم يتحط عليك السبوت لايت، عشان مم. انت مم. متخيل كام واحد في زماننا وحياتنا ده هو اصلا ستك، هو مزنوق. دي يس. الاغلبيه. يس ده فاهم؟ حقيقي. بس انت عليك واجب مم. يا خالد جامد قوي، انك تعمل ماركتينج يس. على ابوه. ايوه ايوه ده حقيقي. لازم تعمل ماركتينج على ابوه عشان حتتك مش معروفه يس ده حقيقي. وصعبه. يس. فاهم قصدي؟ ده حقيقي. ف ما هو بيني وبينك سوري قطع كلامك، بس يس ده حقيقي. وده ذاتس واي انا بعمل روتس بودكاست. انا بعمل مثلا بعمل حاجه دلوقتي اسمها كوميونتي كولز، بنخش كل 2 ويكس نقعد نتكلم كده يعني، planning to do more talks. بس هو بجد زي ما انت كنت قلت حتى في اول الحلقه، من تقل الشغل بيبقى يعني والستوريز وكده كأن يعني بيبقى في دريننج من كتر، فاهم؟ وان هاف ذس opportunity ان انا discuss what I really do برضه بتبقى ساعات overwhelming لحد كماركتير او كده. ف طبعا it's صعب not قوي، easy يعني. صعب عشان انت ميكس يس. دكتور على مش دكتور. ايوه صعب. عايز عايز اركز في حته محمد صلاح. يس. عايزك تديني كده هو جالك ليه، ايوه. و... واشتغلت معاه على ايه، يس. ويعني كده عايز ايوه. اعرف يعني راجل بالامكانيات بالباور ده كان عايز ايه اصلا، وده يس. بيبين لك عقليه الراجل ده عامله ازاي. يس. ان هو جاي يس. يشتغل على نفسه. جه قال لك ايه البريف؟ بص هو انا through a friend كانت بيعمل معاها يوجا، والفريند دي سبحان الله انا ساعتها كنت لسه مخلص سيرتيفيكت. ويمكن دي برضو كنت اول واحد ساعتها في مصر يعني عاملها، وكانت سبورتس نيوتريشن. طبعا. فكانت لسه مخلص الشهاده وعامل لها بابلش، لقيتها لقيتها بتكلمني، فبتقول لي صلاح انا اديته رقمك يكلمك، ار يو انترستد؟ لا لا. فقلت لها ايوه طبعا definitely I'm interested يعني. ففعلا اديته رقمها وكلمني. بعدين كان في مصر وهكذا، وساعتها كان في حاجه يعني، كان في طبعا انا للاسف في الكوره انا انا متفرج زيك، انا ما ضايع. اعرفش انت خالص. فالمهم سافر روما، وبعد كده بقى كلمني، بعد كده بقى قعدنا مع بعض. ايه اللي بيحصل معاك؟ كان هو فكرته ان هو سريع بس مش قوي يعني، اوكي. مش ايوه كان لسه اوكي. كان قلت له تمام. وكان خايف في المعادله اللي هو لو انا اكلت كتير اتقل هتخن اتقل ما فهتقل. تجيش. قلت له تعالى يا باشا انا هظبطك. ورحت جاي اعمل له نيوتريشن بلان، وقعدت اكله. he went the leanest، واو. اكتر حته لين وذا فاستست وذا موست. الريكفري بتاعته كانت مرعبه لدرجه بيقول لي كان الدكتور بتاعه يعني كان جات له حاجه في الانكل كده، تاني يوم او يومين مثلا ونزل تاني الملعب، وقال له انت اكيد انت ساحر، ازاي ده حصل؟ بيقول لي انا نفسي الفيزيو دكتور يعني العلاج الطبيعي بتاعهم مش فاهم الريكفري ريت بتاعه كده. فهو عارف لما هو عارف في ناس كده they are so ready
فور انك عارف انت فيرتايل للمعلومه، تقول له الحاجه يعملها تركب ما انسى يا مان. من كتر بيرفكشن في العمل. مش طبيعي مش طبيعي. مش طبيعي. فمنتلي حاضر، كان ساعتها شغال بقى مع منتل كوتش، شغال مش بيعمل طبيعي مش طبيعي. مش. وعلى فكره انا قلت له، انا فاكر مره في كونفرزيشن قلت له بس كذا بس كذا، راح جاي بص قال لي كده والله العظيم مش هنسى البق ده، قال لي انا مش جاي لك عشان ما اعملش احسن حاجه، يعني انا مش جاي لك عشان ده اوبشن، على اديني احسن حاجه، بعشقه. اخلص. على فكره انا ماليش في الرياضه ولا ليا في الكوره ولا عامل أيوة. فولو لحد غير محمد صلاح طبعا بالنسبه لي. أيوة. عقليته يا مان مش طبيعي. مش طبيعي. ده اللي هو ما فيش. جاد بلس هيم، ربنا يحميه فعلا. وبص النهارده عامل ازاي بجد، بكلمك بجد. فظيع. فدي بقى عملت له بقى السبلمنت بلان بتاعته وهكذا، لحد ما هو فهم وفهمني. وانا دايما بعمله في نيوتريشن، بفهمك هو انا عملت كده على اساس ايه، يعني انا هو انا بعلمك ان انا ليه اديتك ده، ليه ده بيشتغل معاك، لان انا بعمل شغلي كله بيرسوناليزد. ايوه طبعا. فانا لما حاجه بتكليك بفهمه هيشتغل معاك عشان واحد عشان تبقى فاهم طول عمرك طبعا، ان وات وركس فور يو بالظبط، عشان تتعامل مع نفسك. فهو كان خلاص اتعلم ان لازم ياكل ازاي. وقعد معاك كام سيشن؟ لا قعد معايا، كان معايا على طول بقى على مع 24. لو مثلا يسافر اي بطولات معايا على الواتساب، كان مثلا مسافر بطوله كانت في حته مثلا، قعدت اعلمه تمارين نفس ازاي يقدر. انت داخل في البريثنج ودخلت في البريثنج. انت بقى سليب عندك، ستريس عندك، سليب ستريس بريثنج كله. انا ساعات بتكلم مع كلاينتس في حاجات ليها علاقه بالاكزيستنشاليزم، يعني why we are here as human beings. بتخش ممكن نروح في حتت فلسفيه، يعني انا بروح مع الكلاينت، المهم ان هو كبني ادم قدامي يبقى في احسن حاجه، يبقى يعني فاهم في حته relevant، هو حاسس في احسن ستيت هو يقدر يوصل لها، انه ليه حياته ليها معنى، ان هو يقدر يبقى احسن، ان هو يشتغل على نفسه، انه بجد ما فاهم عامل له to meet the person where they are at. فاهم؟ ده مش معناه ان مفيش كيسز، انا الكيسز اللي بتقع مني هي اللي بتعلمني. ايوه طبعا. فاهم؟ الكيسز اللي بلاقي انا ازاي سقطت الحركه دي، انا ازاي عملت الغلط، ازاي قلت كلمه ما كانش ينفع اقولها، والكلمه اللي انا بقولها دي والكلمه دي ما غلطتش، انت فاهم قصدي؟ بس بدل ما اسال سؤال معين قلت اتسرعت في كونكلوجن، فهو حس ان انا مش انت مش سامعني، فدي ابتدت تبيلد ديفنس، فما عرفتش اوصل له تاني. يعني بس الحاجات الصغيره دي هي زي الجراحه، يعني هو جراحه عشان توصل لاحسن تأييفه للانسان اللي قدامك. واو يا مان، اشتغلت مع النمبر 1 يعني. الحمد لله. طيب هسألك آخر سؤال قبل ما نقفل، هل الجينات عامل كبير في شغلك؟ عشان الجينات دي بتاعت ربك. ايوه اتولدت بجيناتي. فهل الجينات ليها عامل جامد قوي في شغلك؟ يعني بيجي لك ناس انت ده جيناتيكلي معلش، ولا الجينات دي سؤال برضه عبقري واجابه، عشان هو في الجيم وكده، في الجيم وحتى دي عامل كبير قوي، واحد جيناته حلوه واحد جيناته وحشه، ليها عامل كله بيتحسن. بص ده فور شور. بص الجينات ليها رول ده طبعا. بس عايز اقول ايه، بص انا برضو في حته شفتها كتير بتحصل الفتره الجايه، يعني مثلا في تحليل كتير very expensive و doesn't make any sense واليوس، يعني انا تحليل اللي بطلبها دي very basic وبتطلع منها كم علم غير طبيعي. تحليل ايه بقى؟ دم يقول لك تحليل دم. تحليل دم وبول وبراز. يعني هم بيزك فاهم. لكن يجي حد عامل تحليل ب5-9-10 آلاف جنيه ولا درهم في حاجات دي وعشان يجيب له لو اخدت كوفي هتحس كل يعني ده ولا ايفيدنس ولا حاجه جديده وحاجه مش روتد في الساينس. ففي طبعا من ضمنها جينيتك تيستس، في جينيتك تيستس محترمه ما فيهاش كلام خلاص، وفعلا بتدي اسمه ده دايركشنز في مثلا حد لو عنده فاميليال الكوليسترول بتاعهم مرعب في العيله ممكن كذا، فليها سم بليز. بس خلينا نقول جنرالي بيقول لك genetics load the gun, environment اللي هي الهابت يعني pulls the triggers. فانت ممكن يبقى عندك البوتنشال جينيا بس sometimes our habits والbehavior يوم مولع يفاير الدارك سايد بتاع الجينز دي. يعني حد عنده جينيتكس سكر وضغط وقلبه وبتاع مش عارف ايه،
مع اكل وحش مع تضرب. اكل تترك. فاهم قصدي. فاهم. دي الانفايرمنت. ما برميش على الجينات، ترمي على الانفايرمنت اللي هو خلاص هل هنقدر نغير الجينات؟ مش لا، هنقدر شكرا. نغير، يبقى نعمل كل اللي نقدر عليه علميا نريفرس اللي بيحصل عشان دلوقتي. نصالح الانفايرمنت. بالظبط. فذاتس ات يعني. يا مان انت الواحد يقعد معاك 3 ايام حبيب انت قلبي فاهم. يا احنا كيمو، والله لسه كل ده على العظيم. الوش. لا بكلمك انا بجد. عارف. يس بس اكيد هنقعد تاني يا خلوده. يس فور شور. المره الجايه بقى ممكن نقعد في روتس يس ونتكلم برضو على الحته بتاعتك عشان هي اكسايتنج اكتر بصراحه. لا انا اتكلم معاك بس ثانك يو خلوده حبيبي سو يا ماتش. كيمو، والله ميرسي العظيم. قوي. انا عارف انت جاي دبي يومين فاهم في السريع. حقيقي، بس ان حقيقي. انت تفضي لي الساعه وات اللي ما ايفر. اقدرش ارفض لك بس طلب. هتقاد لوت اوف فاليو وام سو هابي بالابيسود دي. انا سرحت على فكره في الساعه حبيب قلبي. ومتضايق ان الساعه خلصت. بس حبيبي it is والله what it is. العظيم. love you خلوده وثانك يو سو ماتش. تحب تقول حاجه للجمهور قبل ما نمشي؟ بص انا دايما بسأل السؤال ده للناس اللي بقولها. ماشي. وانا بالنسبه لي ممكن اقول كلمه واحده: no matter where you are، في اي حته في حياتك، في اي وقت، في ايا كان السيتويشن، خليك رحيم مع نفسك وذاتك مهما كان، وما تنساش يعني، وتقدر وتطبطب على نفسك. ما تنساش السكسس بتاعك في الاوقات الصعبه. يعني بالراحه. انت تمام. بالراحه يا مان. let it sink in. برافو عليك. انت زي الفل. برافو عليك. دي اهم حاجه. 100%. and then اللي يحصل. النقطه دي لو واحد توصل لها any change is easy. 100%. فده يعني what I want to say. 100%. وانا بزود على خيرة الحته دي عشان بشوفها كتير من الكلاينتس بقى بيجوا لي انا سني كذا انا كذا. بقول له يا مان احنا ما موتناش لسه بدري. لو سنك مين لو فين it's never the end. Yes. anyways I hope تكونوا استمتعتوا بالكي جي بودز الحلقه دي والدك خالد. حبيب قلبي. ثانك يو سو ماتش يا خلوده و I love you so much واشوفكم في الحلقه الجايه. اتمنى تكونوا مستمتعين بالابيسود دي. كل اللي طالبه منكم لو سمحتم اعملوا سبسكرايب للشانل دي عشان الشانل تكبر واعرف اجيب ناس جامده زي خالد ديوان جامد. يلا بينا. حبيبي والله العظيم. love you man. thanks. مرة واحدة لقيت الأم دي بتبص لي وبتقول لبنتها لا أصل أنا مش عايزاكي تبقي زي عادي. ما بين الراجل والست ربنا خلقنا كل واحد فينا عنده سترينث مختلف. عندنا إحنا شوية في العرب تقاليد في قفلة أكتر على السوسايتي بتاعنا in general. enough is enough. أنا actually عايزة أكتر من الحياة. ABCDE معايير نجاح. أنا ما عنديش مجال إني أقول اتنفس. أنا لازم أبقى ناجحة.